التعليم الفني المزدوج هو مزدوج بيجمع ما بين حاجتين، ما بين التدريب والتعليم. يعني ايه التدريب والتعليم؟ في حضرتك بعد الطالب ما بيحصل على الاعداديه بتيجي اي محافظه زي معالي محافظ الجيزه بيعلن التنسيق، بيقول ان الثانوي عام بياخد من كذا، ثانوي صناعي بياخد من كذا، ثانوي زراعي كذا. التعليم المزدوج بيجمع ما بين التعليم العادي والتدريب، ان الولد او الطالب بمعنى اصح خلاص بيتواجد 4 ايام في المصنع ويومين في المدرسه على مدار الاسبوع، بيتعلم مهنه وبيتعلم حرفه وبياخد مقابل مادي نظير هذا التعلم، وفي نفس الوقت فكرة حلوة. وفي نفس الوقت بيدرس انجليزي، بيدرس تاريخ، بيدرس لغه عربيه، فبيدرس المواد النظريه اللي هو اليومين، وفي نفس الوقت في اليومين دول برضه بيدرس الحاجات النظريه الخاصه بشغله العملي، لان هو برضه بيكون متخصص سواء سيارات سواء تبريد سواء تكييف، لان برضه التخصص من سنه اولى. يعني هو مجرد ما يدخل اولى ثانوي بيكون عارف من الاول ان هو قطاع منسوجات، قطاع تبريد، قطاع تكييف، فيبدا يفصل. بعد ال3 سنين من حقه انه يدخل الجامعه، يعني ممكن يدخل الجامعه بيحصلوا على مجموع معين، بيضمن وظيفه، بيحصلوا على مقابل مادي من المصنع اللي هو بيتواجد فيه فتره التدريب، بيكون اللي هو زي ما حضرتك اللفظ اللي استعملتيه مساعد مهندس. صحيح.